ومما ورد في الدعاء عند سماع الرعد عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد. رواه الإمام مالك في الموطأ وصححه الألباني. وهذا اللفظ هو الموافق للقرآن في قوله تعالى: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل هناك ذكر يقال عند رؤية البرق أو سماع الرعد؟ فأجاب فضيلة الشيخ: أما ما يقال عند الرعد أو عند البرق فقد جاء عن بعض الصحابة والتابعين أنه يقال عند الرعد: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويقول عند البرق: سبحان الله وبحمده.